ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله محمد. النهارده بقى انا رحت عند امي، كنت رايحه بصراحه لسبب ما. إذ فجأة الاقيها بقى محضره بومبو ممبار وفشه وكرشه و... وفراخ، وعامله لي وليمه. يا ستي انا جايه لغرض معين كده يعني. قالت لي لا، انا هعمل لك النهارده ممبار وتاكليه معانا. انا بحب اما بكون هي بتحب، يعني لما بكون جايبه الممبار بتحب تعمله وانا هناك، او الفشه والكرشه والحاجات دي كلها، لان اخواتي ما بيحبوهاش وانا اللي بحب الحاجات دي. انا بحب الحاجات دي قوي يا جماعه. اللي هي الاكسسوارات بتاعت العجل بعشقها عيش يعني، وهي بتحبها وابويا بيحبها وانا بحبها. لكن عندي اتنين كده، اخ واخت كده، يعني ايه الناس اللي هي العاق ما بيحبوش الحاجات دي، فانا اللي بحبها. فعشان كده لما بكون رايحه هناك ف بتعملها يعني، او بتستنى لما اجي اروحها وتروح عامليها. المهم ايه، قعدنا بقى كده حشينا الممبار وخلصناه، وبعد كده كان فاضل بقى حبه رز كتار جدا، يعني حوالي 2 كيلو رز، يعني مش هكذب عليكم. امي ايدها سخيه كده وبتحط رز كده ما شاء الله يعني كده. المهم بقى إيه، فراحت قايلة إيه، خلاص أنا عايزة آكل بطاطس، اعملوا بطاطس. المهم بقى كده قعدوا بقى إيه، قشّروا البطاطس، وقعدت أنا بقى كده إيه، أقوّر فيها زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لكم أنا باحب البطاطس أصلًا، باموت في البطاطس وباعشق البطاطس. عندي أخت عاق كده كانت كنت باقول لها عندنا عاملين محشي بطاطس، هي هتسمع الفيديو ده. إحنا عاملين محشي بطاطس، محشي بطاطس أقعد أقول لها ما تقوليش على نعمة ربنا كده، يا بنتي ما تقوليش على مش عارفة إيه. جيت في مرة عزمتها في رمضان وكنت عاملة يعني بالقصد كده، كنت عاملة محشي بطاطس تمام، وجات لأ، لأ، قُلت لها طب دوقي واحدة بس، طب عشان خاطري تدوقي واحدة. فالمهم راحت إيه كلتها. من ساعتها يا جماعة أقسم بالله بتعشق حاجة اسمها محشي بطاطس. أنا مش باحشيها لحمة مفرومة، مش باحشيها حاجة. أنا مرة واحدة حشيتها لحمة مفرومة بس ما حسيتهاش حلوة زي ما باكون هاحشيها بالخلطة بتاعة الرز يا جماعة. بُصّوا يعني ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الرز اللي فاض قد إيه، ما شاء الله يعني يعدّي ال2 كيلو رز. فمن ساعتها بقى وهي بتحب محشي البطاطس وبتموت كده في محشي البطاطس، وكل ما تشوف وش امي تقول لي انا عايزه اعمل محشي بطاطس. تمام. يعني شوف الفيديو ده. المهم بقى كده ايه، بعد ما خلصت بقى البطاطس كده تقوير، رحت قعدت بقى كده ايه احشيها كده بالمحشي. عايزه اقول لكم، قلت لكم طبعا ان هو بالخلطه اللي هي بتاعه المحشي العاديه خالص. بصوا بقى امي عامله الخلطه دي ازاي. امي قطعت البصل يا جماعه، قطعته كده زي ما تكون هتخدع لحاجه، وحطت عليه صلصه طماطم، وحطت عليه الشبت والخلطه والملح، وقلبته كله على بعضه ني في ني. تمام. بعد كده بقى هنا حطينا بقى ميه. بعد ما خلصت كده حطوا ميه اسمه ايه، للممبار. وحطوا فيها التوابل بقى اللي هي بقى إيه، حطوا بصل وتوم وجزر وطماطم وشطة وورق لوري وحبهان وفلفل أسمر وحاجات تانية كده كتير. هنا بقى بصوا، أمي كانت بتعمل الممبار. كانت بتسقطه كده. عايزة أقول لكم لما تيجوا تسقطوا الممبار اسقطوه قبل المية ما تغلي يا جماعة، مش هيفك منكم أبدا. في بقى هنا ممبار يا جماعة اللي هو كبير أوي ده. الممبار ده أصلًا أنا كنت حاشياه عشان أعمله بوبس. تمام، البوبس أنتم عارفين اللي هو الممبار البوبس اللي هو بإيه، صغنن ومكوّر صغير ده. المهم هنا أنا بصراحة نسيت، ولقيت أمي وهي بتعمل كده بتقول لي: "أنتِ هتعملي إيه في الممبار الكبير ده يا بني؟" قُلت لها: "لا ده أنا هاربطه." المهم جينا ندوّر على فتلة يا جماعة، إن إحنا نلاقي فتلة، ما لقيناش فتلة أبدًا. المهم قُلت لها: "خلاص اسقطيه بقى زي ما هو كده، وأمّا يتحمّر نبقى إيه، نقطّعه." كان والله العظيم يا جماعة أقسم بالله كان جميل عن اللي هو كان مقطّع صغير ده. مش عارفة ليه يعني، أو إيه السر، أنا مش عارفة. بعد كده بقى كانت عاملة كِرشة تمام، فقالت لي خدّعي لها. فالمهم رُحت أنا عاملة تومية كده ومحمّراها، ورُحت ضاربة طماطم وعليها قرن فلفل أحمر، ورُحت حاطّاها عليها كده، وحطّيت حبّة ملح وحبّة توابل كتير، وسِبتها بقى كده تتسبِّك مع نَفْسها. أهي كده وصلت لمرحلة التسبيك أهيّة. أمي بقى هتيجي من غير ما أسوّي وتروح حاطّة إيه، اسمه إيه، الفشة والكرشة والحاجات دي بعد ما استوت. المهم هنا بقى الممبار كنت باقول لكم بُصّوا ما شاء الله، عامل على الوش كده ممبار بلدي يا جماعة، يعني ما شاء الله، ما شاء الله. بعد الممبار بقى ما استوى كنت لازم إن أنا أزوّد البطاطس.
تمام. مش هينفع شِلت الممبار وحطيت صينية البطاطس، لإن البوتاجاز 4 عيون مش هياخد الاتنين مع بعض. فالمهم رُحت بقى إيه مزوّدة اسمها إيه البطاطس، زوّدتها ورُحت حاطاها كده لحد لمّا استوت. بس آآ أقول لكم على حاجة وما أطوّلش عليكم، قولي طوّلي، أنا أصلًا أقسم بالله ما كنت رايحة عشان أكل ولا أعمل أكل ولا أي حاجة. أنا زي في الأول الكلام في أول الفيديو أنا قُلت لكم أنا رايحة لسببٍ ما أو لمهمةٍ ما هناك. بس أمي لمين؟ أمي ما فيش. عايزة أقول لكم أنا رُحت وعملنا الأكل وكلنا وجيت وما عملتش اللي أنا كنت رايحة أعمله أصلًا أقسم بالله. هنا بقى دي الفشة يا جماعة الفشة والكرشة. بعد ما أمي حطيتها أنتِ حطيتيها طَب أنتِ ما أنا ما صورتهاش. المهم قالت لي: "أهي صوريها أهيّة أنا لسه حاطاها حلًا." المهم أصلًا هي كانت مستوية يعني حلو، كانت يا دوب كده خدت 10 دقايق في قلب الصلصة وطفيت عليها. هنا بقى كنت بقى زوّدت هنا البطاطس بالشوربة وحيّقتها عشان خاطر البطاطس، فلازم تبقى الشوربة يا جماعة حايقة سيكا، تمام، حايقة سيكا. وغطيتها بقى كده وسِبتها مع نفسها وقُلت لها بقى إيه كده إيه، مع نفسِك خدي وادّي بشكل وِدّي لمّا أروح للممبار. هنا جيت بقى للممبار كنت بقى باورّيه لكم كده ما شاء الله يعني ما شاء الله بُصّوا وش الحلة عامل إزاي. هاطلّعه بقى كده واسيبه بقى كده عشان يبرد عشان لمّا آجي أحمّره يبقى بارد، تمام. هنا بقى حطيت صينية كبيرة وبدأت إن أنا أحمّر في الممبار. بُصّوا بقى هنا الممبار الكبير أهو أقسم بالله، أقسم بالله كان أحلى من الممبار الصغير. ليه أنا مش عارفة يعني تحسّي إن هو مش عارفة. بس كان حلو يعني كان سبحان الله هي خلطة واحدة وهو الممبار واحد. بس ده مش عارفة كده تقطعي كنتِ تمسكي الواحد كده تقطعيه كده على 4 حتت كده محترمين كده يملوا العين، أو اللي ياخد واحد ما ياخدش غيره. بس بصراحة أنا كان نفسي أعمله اللي هو الممبار البوبس. بس يالّا قدّر الله ما شاء فعل. وده اتاكل وده اتاكل وده رايح نفس المكان ده اللي رايحه. المهم وهنا بقى البطاطس كانت استوت قليتها بقى كده أهوّة في الزيت. كنت باقلي في البطاطس وباقلي في الممبار في نفس ذات الوقت. أنا عايزة أقول لكم حاجة، إن أنا أصلًا كنت صايمة، يعني أنا وأمي كنا صايمين في اليوم ده. فالحمد لله يعني ده كان فطارنا أصلًا يعني. بُصّوا بقى الممبار أحمر ومقرمش وجميل إزاي. بُصّوا ما شاء الله يعني ما شاء الله، ما شاء الله. كان حلو أوي كان معمول بس بالخلطة اللي هي ني في ني دي كانت تحفة، تحفة، تحفة يا جماعة. وارجع واقول أنا رُحت وعملت كل قُلت لها أنا مش بُصّي أنا مش جاية تاني وما تتصليش عليَّ تقولي تعالي وأنا مش هاجي عندِك تاني. عشان أنتِ ضيّعتِ عليَّ يوم كده والأيام دي كلّها يعني محسوبة بفلوس يعني الوقت في اليومين دول كده بفلوس. هنا بقى كنت باقول لكم بصوا بقى المنظر من برّه وأنا مصوّراه لكم كده شكله يفتح النِفس وريحته كانت تحفة، 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 تحفة. كده بقى يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص آآ خلاص خلّصت بقى كده. المغرب قرّب يدَّن. في الوقت ده كان فاضل حوالي كده 10 دقايق والمغرب يدَّن. وأنا كنت حاسة إن هو رمضان أوي يا جماعة والله. البصل، الجزر، الخيار، الشطة.